تخيل معايا دلوقتي في ناس عايشين تحت الأرض في أنفاق لا فيها نور شمس ولا فيها هواء نظيف، لا أكل كفاية ولا مية تشربها ولا حتى فيها دواء يعالجهم، وبيتهددوا بالقصف في أي لحظة. ناس شكلها ضعاف بس عندهم حاجة مفيش جيش في العالم يقدر عليها. عندهم اليقين في طريق ربنا. عارف إيه العجيب؟ الأنفاق دي حيرت الاف بي اي، المخابرات الأمريكية، الاحتلال والدعم اللي واخده من بريطانيا وفرنسا ودول تانية بتسمي نفسها عظمى. كل الأقمار الصناعية، الطيارات، الجواسيس، المخترقين، المتطورات، الكاميرات، الروبوتات، ولا حاجة نفعت معاهم. وعلشان ما حدش يقول علينا بنبالغ خليني أقول لك اعترافات من قلب العدو نفسه. مسؤول إسرائيلي سابق قال: إحنا بنواجه شبكة أنفاق في غزة معقدة جدا، وفشلنا إننا نوصل لنصها رغم إن إحنا عندنا أقمار صناعية وطيارات مسيرة. وتقارير أمريكية نفسها اعترفت إن الاف بي آي المخابرات الأمريكية حاولوا يساعدوا الاحتلال في تحديد أماكن الأنفاق وفشلوا. بل بالعكس، الأنفاق دي اتوسعت واتطورت واتفرعت، والجيش لحد دلوقتي بيقصف كل حتة ومش لاقي مدخلها. يعني حرفيا الدنيا كلها بتدور عليهم ومش لاقياهم. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى مع الناس دي. ربنا سبحانه وتعالى قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بص حواليك، انت ممكن تكون شايف نفسك ضعيف، بس لو ماشي مع ربنا تبقى أقوى من أي جيش. ما تستهونش بنفسك ولا بإيمانك. شوف الناس اللي في الأنفاق، أكتر ناس العالم كله بيحاول يسيطر عليهم ومش قادر. السر إنهم ماسكين في طريق ربنا، فربنا سبحانه وتعالى ماسك فيهم. لو الفيديو ده وصل لك يبقى أنت مش أي حد، لو قلبك اتحرك يبقى أنت من الفئة القليلة اللي ممكن تغير. انزل اشترك في القناة وخليك معانا على طريق ربنا، لأن ده الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. السلام.